السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير وصحة وعافية. اليوم راح نسوي كيكة باردة بنكهة الكراميل تجنن، كلش طيبة وسهلة وسريعة التحضير. نبدي بسم الله. بالبداية راح نبدي نحضر خليطة كيكة. راح نحتاج كوب واحد من الكريم شانتيه الباودر، ضفت عليهم كوب كامل من الحليب السائل. هنا نقدر نستبدل الحليب السائل بكوب واحد من المي، بس الحليب السائل راح ينطي غناء ودسامة طيبة كلش الكيكة الباردة. هنا ضفت همينة علبة قشطة من الحجم الصغير، وراح أضيف باكيتين من الكريم كراميل. طبعا متوفر عندنا بكل الأسواق وطعمه كلش طيب، فراح أستخدم من عنده باكيتين وحتى يصير لون الكيكة همينة أصفر حلو. هنا هذا المكون السري اللي راح ينطينا لذاذة مو طبيعية للكيكة. راح أخلي ملعقتين طعام مليانة من الجبن السائل أو الجبن الكريمي. إذا ما متوفر عندكم تقدرون تضيفون جبن مثلثات، يعني حسب اللي متوفر، بس على مود نحصل على هيك دسامة كلش طيبة، وبنفس الوقت ينطينا ملوحة خفيفة تعادل لنا حلاوة الكريم شانتيه وحلاوة الكريم كراميل. فهسه راح نبدي نخلط كل هاي المكونات كل زين إلى أن تصير عندي الكريمة نوعا ما ثخينة، يعني لا كلش ثخينة ولا خفيفة، بس راح يضاعف حجمها، وهمينا كل المكونات تذوب سوا وتصير عندي كريمة ناعمة ما بها أي تكتلات. نقدر نخفقها يعني بإيدنا أو بالمشبك الكهربائي حسب اللي متوفر عندكم. هسه راح نجيب القالب مالتنا. طبعا نقدر نستخدم أي قالب متوفر، أو تريدون تستخدمون بايركس دائري أو مربع أو مستطيل حسب اللي متوفر عندكم، مو شرط إلا نفس هذا البايركس. راح أرتب أول طبقة مال بسكت، ما يحتاج يشربها بالحليب، بس انتوا اذا تريدون تشربوها بالحليب براحتكم، تريدون تشربوها بالقهوة السريعة الذوبان همين هذا الشيء اختياري. راح نبدأ نسوي طبقات، طبقة حلا، طبقة بسكت، الى نخلص كل كمية الكريمة اللي سويتها. ها هي هسه هذه آخر طبقة بسكت خليتها. طبعا مباشرة راح أغطيها هالشكل بآخر كمية من الحلى وأخليها بالثلاجة. إيش قد ما خليتها بالثلاجة إيش قد ما صارت عندي الكيكة متماسكة أكثر، والبسكت راح يتشرب كل النكهة اللي موجودة بالحلى أحسن. فراح أغطيها وأخليها بالثلاجة فد أقل شيء أنا راح أتركها ساعة ساعتين، بس أنتوا إذا سويتوها من الليل يكون بعد أفضل. هسه راح نبدي نشتغل بالطبقة الأخيرة. راح نسوي أطيب صلصة كراميل راح نزين بيها وجه الكيكة. عندي كوب واحد شكر راح أخليه بالطاوة على صفحة. هنا عندي كوب كامل من الحليب السائل، راح أضيف عليه ملعقة طعام مليانة من النشا. راح أذوب النشا كل زين ويا الحليب السائل، وأخلي خليط النشا والحليب على صفحة. هسه نشعل النار، طبعا أعلى نار عندي بالطباخ، بس بنفس الوقت منصيتها أنصشي، يعني على مود تكون عندي الحرارة وسط، لا كلش عالية ولا كلش ناصية، حتى الشكر ما يحترق عندنا. ذوبت الشكر بهذا الشكل، كرملته. هسه نقول بسم الله، نضيف علبة قشطة من الحجم الصغير. راح أذوبها طبعا على كيفي، لأن راح يبدي يطفر علينا شكر، فنكون حذرين بهاي المرحلة. شوية شوية راح أبدأ أذوب القشطة ويا الكراميل اللي سويناه. لونه صار يجنن كلش حلو. طبعا ما راح أخليه زبد بهاي الوصفة، لأن دائما كل ما أسوي صلصة كراميل بأغلب التعليقات يكتبوا لي يصير نستغني عن الزبد. اي بنات، هسه هاي ما راح أخلي لها زبد، وشوفوا شو راح تصير عندنا ناجحة وحلوة. بعد ما ذابت عندي القشطة نزلت عليها الخليط اللي سويناه قبل شوي، اللي هو كوب حليب ويا ملعقة طعام من النشا. فهنا هسه راح أقلب كل المكونات كل زين على نار متوسطة الحرارة. راح انتظره هيك يغلي عندي شوية، يطلع هاي الفقاعات الكبيرة. بعدها راح أطفيه وأصبه بكاسة مباشرة، يعني على مود لا يبقى ينطبخ. هسه راح أتركه يصير عندي بدرجة حرارة الغرفة، وبعدها راح نبدي نستخدمه إن شاء الله بتزيين الكيكة. بس شوفوا لي شكله شلون حلو. طبعا تقدرون تستخدموا كل أنواع الحلويات، تقدرون تستخدموه بتزيين همينة الكيكات الباردة. فأنا راح أتركه يبرد يصير عندي شوية بدرجة حرارة الغرفة حتى أبدي أزين بيه الكيكة. هسه راح أبدي أخلطه هالشكل حتى يصير عندي ناعم وحلو. راح أخليه بهذا الكيس مع تزيين الكيك حتى نسوي بيه خطوط نزين بيها وجه الكيكة، همينة راح ينطينا شكل حلو
وطعم كلش طيب. طلعت الكيكة من الثلاجة، هسه بديت أزين بيها الكراميل بهاي الطريقة. راح أسوي بيها خطوط بالعرض ينطيها شكل كلش حلو. طبعا تريدون تصبوه كله فوق الكيكة وتمسحون وجه الكيكة، يعني يصير عندكم طبقة أخيرة، أو تسوون بيها خطوط بهذا الشكل، يعني تبقى طريقة التقديم حسب الرغبة. وهسه بالسكينة نحاول نحرر أطراف القالب يعني مالتنا، حتى من نشيل الغطاء الكيكة متتخربط ويبقى عندنا شكلها حلو. طبعا هاي الكريمة الزايدة كلها راح تنأكل، صدقوني جربوها على نفس الطريقة، أنا متأكدة العائلة كلها راح تحبها وما راح تبقى لي ثاني يوم، راح تخلص بنفس اليوم. خصوصا طبقة الكراميل نطتها لذاذة وشكل كلش حلو. اللي زاد عندي من الكراميل طبعا خليته بعلبة نظيفة وباب الثلاجة، ما عليه أي شي، نقدر نستخدمه بعدة وصفات. نقدر نخليه همينة ويا النسكافيه تخلطوه وتحلون به المشروبات الباردة. وهذا هو شكل كيكتنا النهائي، ما شاء الله، يعني شكلها يفتح النفس وطعمها بعد أحلى. طبعا بالنسبة للقالب مثل ما قلت لكم، إذا ما متوفر عندكم هيك أنواع من القوالب تقدرون تسووها بأي بايركس متوفر عندكم بالبيت. إن شاء الله تكونون حبيتوا فيديو اليوم واستفادت من عنده. إذا هاي أول مرة تزورون قناتي يا ريت تشتركون بيها، وأهم شي تفعلون جرس الإشعارات حتى كل الفيديوهات والوصفات اللي أنزلها توصلكم. مع السلامة.